في حاجة جواك مش شايفها لكن هي اللي بتظبط كل يومك. هي ساعة بس مش عقارب، عبارة عن بروتينات وجينات وأعصاب. ساعة بيولوجية ربنا سبحانه وتعالى خلقها بدقة، وكل العلماء النهاردة بيحاولوا يفهموها. تعالوا نشوف ازاي القرآن سبق العلم، وازاي كل آية في كتاب ربنا فيها نظام بيحميك وانت مش واخد بالك. من الناحية العلمية العلماء بيقسموا الساعة البيولوجية لثلاث مستويات. المستوى الأول اسمه المستوى المركزي، ده موجود في المخ تحديدا في منطقة اسمها ال SCN، بتتحكم في توقيت النوم والاستيقاظ من خلال استشعار الضوء. المستوى التاني ده المستوى الطرفي، إن كل خلية موجودة في جسمك تقريبا فيها ساعة داخلية بتتحكم في توقيت عمل الجينات اللي موجودة فيها والإنزيمات والهضم. والمستوى الثالث هو المستوى الهرموني، الهرمونات بتمشي على حسب توقيت الساعة بالظبط. زي مثلا الميلاتونين ده هرمون بيتفرز بالليل وبيساعد على الاسترخاء والنوم. الكورتيزول نسبته بتزيد في الصبح علشان ينبه الجسم، والأنسولين كفاءته بتقل بالليل، علشان كده الأكل متأخر بيؤدي لزيادة الوزن. في دراسة في جامعة هارفارد سنة 2017 أثبتت إن أي خلل في الساعة البيولوجية بيزود فرص الإصابة بالسكر من الدرجة الثانية بنسبة 34%، والسمنة بنسبة 55%، وبيخلي الإنسان عرضة للقلق والاكتئاب واضطرابات النوم المزمنة. ده من الناحية العلمية. نيجي بقى من المرجعية الدينية للساعة البيولوجية. في سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا نومكم سباتا. كلمة سبات دي معناها فصل تام. علميا النوم العميق بيحصل فيه ايه؟ اول حاجة بطء شديد في موجات الدماغ، وانخفاض في ضغط الدم، وتوقف مؤقت لبعض وظائف الجهاز الحركي، وده اللي بيخلي الجسم يعيد بناء الأنسجة ويصلح الخلايا، زي بالظبط كده لما الكمبيوتر بيعمل ريستارت. في سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا الليل لباس. العلماء اكتشفوا ان الظلام بينبه الغدة الصنوبرية ان هي تفرز الميلاتونين، وده بيقلل حرارة الجسم وبيريح الدماغ وبيعمل استرخاء استعدادا للنوم. وبرضه في سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا النهار معاشا. في النهار زي ما قلنا الكورتيزول والانسولين بيكونوا في اعلى مستوياتهم، فالجسم بيستهلك الطاقة بكفاءة والمخ بيبقى في قمة الانتباه. وفي سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم: الشمس والقمر بحسبان. الساعة البيولوجية بتتأثر بالضوء الأزرق المبعث من الشمس، وده بيظبط الجينات المسؤولة عن الساعة البيولوجية زي الكلوك جينز. وفي سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا الليل والنهار آيتين. التبادل بين الضوء والظلام هو الأساس في ضبط هرمونات الجسم، حتى دورة إفراز الجلوكوز والكوليسترول مرتبطة بتعاقب الليل والنهار. وفي سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. النوم بالليل هو الوقت الوحيد اللي الكبد فيه بينشط في إزالة السموم، والمخ بينظف نفسه من الفضلات العصبية. وفي سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. زي ما قلنا التبديل المنتظم بين الليل والنهار هو اللي بيحافظ على ضغط الدم، السكر في الدم، ومستويات الطاقة. وأي اضطراب في التوقيت ده زي شيفت ليلي مثلا، أو إن احنا نسافر من منطقة للتانية يعني عبر الكرة الأرضية في اختلاف في التوقيت بينهم، ده بيكسر التوازن دوت، وتلاقي الشخص بيبتدي يتأثر بالموضوع دوت لغاية ما يبتدي يتأقلم على الوضع الجديد. وفي سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب فيها معنى التدرج، وده اللي الجسم بيعمله في مراحل النوم، 4 مراحل متتالية، كل مرحلة مدتها حوالي 90 دقيقة، وده بيضمن إن الجسم ياخد أقصى استفادة. وفي سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. علماء البيولوجيا الجزيئية لقوا إن كل خلية فيها جينات بتشتغل على توقيت داخلي دقيق، حتى الكبد، القلب، البنكرياس، كل عضو من دول ليه ساعة خاصة بيه. لما تنام متأخر أو تاكل في نص الليل أو تشتغل شفتات متقطعة، الجسم ما بيلحقش يعيد ضبط نفسه. والدراسات الحديثة بتقول إن الناس اللي شغالين بالليل أكثر عرضة 60% لأمراض القلب، واضطراب النوم لمدة أسبوعين ممكن يسبب مقاومة أنسولين مؤقتة. والميلاتونين بيتمنع إفرازه تماما لو استخدمت الموبايل قبل النوم بساعتين، عشان كده بنحس إن دايما إن احنا ماسكين التليفون احنا مش عارفين ننام. ربنا سبحانه وتعالى خلق لك نظام في كل خلية في كل دقيقة، وسابق بيه العلماء بقرون. والقرآن مش بس كتاب هداية، ده كمان كتاب علم ووعي. لما بتمشي على توقيت الفطرة على جدول ربنا، جسمك بيرتاح ومخك هيصفى ونفسيتك هتهدى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون ده مش سؤال، ده نداء.
لما تنام بدري انت مش بس بتريح جسمك، انت كمان بتطيع نظام الخالق. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة قريب ان شاء الله. سلام.